السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة، في فيديو جديد وحلقة جديدة برضو. النهاردة بنتكلم عن الفيديوهات القصيرة أو الفيديوهات شورتس. النهاردة بنقول لك اليوتيوب عمل عظمة فعلا بمعنى الكلمة في الفيديوهات القصيرة وتحقيق الربح على الفيديوهات القصيرة بداية من يوم 1 فبراير الشهر اللي احنا فيه ده. النهاردة بتقدر تحمل فيديو قصير مدته من ثانية أو يعني 5 ثواني 10 ثواني، بيبدأ من ثانية لحد 59 ثانية، بيبقى أقل من 60 دقيقة. بتقدر تصوره بكاميرا الموبايل زي ما انت شايف معايا، أو أو من خلال تحميل فيديو. بتحمل فيديو، مثلا فيديو قصير زي الفيديو ده. بتقول له التالي من خلال الموبايل، بتسجل الفيديو اللي انت عاوزه. او بتحمل الفيديو قصير، بتقول له التالي. تمام كده، اخترنا الفيديو، بتبدأ تختار نص وتوقيت وفلاتر وكل حاجة، اكنك على اليوتيوب او على كواي او على اي مواقع من الفيديوهات القصيرة. الميزة الجديدة اللي هي العظمة بقى بجد، اللي انت بتختار صوت بيدخلك على مكتبة صوتية فيها أغاني زي ما أنت عايز. مثلا وسع وسع أحمد سعد، مش عارف إيه، أغاني كتير زي ما أنت شايف قدامك. مشاري راشد، أغاني، أي أغاني أنت عاوزها بتبدأ تضيفها على الفيديو من خلال الضغط على الأغنية. من خلال بتضغط على الأغنية. أنا هقفل الصوت علشان صوت الفيديو. بتبدأ تضغط على الأغنية كده، الأغنية بتبدأ تشتغل معاك. بتضغط على السهم، بتختار الأغنية كده، الأغنية ركبت على الصوت، بتعدل اللي انت عاوزه، أو عاوز تحط فلاتر، تحط مؤثرات، بتعمل التالي. آه، بتبدأ تسجل تكتب عنوان للفيديو وتختار له صورة مصغرة وتعمله بقى علني، أو تعمله بقى اللي هو زي ما انت عاوز، زي ما انت بترفع أي فيديو عادي على اليوتيوب. تمام. بيتم مشاركة الأرباح، بتبدأ تاخد الأرباح. كان الأول ما بتقدرش تحقق ربح من على أي فيديو عليه أغاني، أو بيقول لك هيحقق ربح ولكن الأرباح راحة لصاحب مقطع الصوت أو صاحب الأغنية. الوقت لأ، أنت بتقدر تحط مقطع صوتي من خلال المقاطع اللي اليوتيوب محددها لك. صاحب الأغنية أو المطرب أو الفنان بياخد 50% من الأرباح، وأنت بتاخد 50%. هنقول مثلا الفيديو ده حقق 10 دولار، أنت بتاخد 5 دولار، و5 دولار بيروحوا للفنان صاحب المقطع الصوت، أو اليوتيوب بيخصمهم علشان يديهم لصاحب المقطع الصوتي. طب لو أنت مثلا، طيب لو دلوقتي أنا حطيت مقطعين صوت في الفيديو، باخد انا بتتقسم الارباح على 3، بيروح لصاحب المقطع الاول وصاحب المقطع التاني تلت وده تلت، وانت بتاخد التلت. ولو عملت 3 مقاطع برضه هتتقسم بالنسبة بالربع. يعني في النهاية صاحب المقطع بياخد نسبة وانت بتاخد نسبة، ولكن الفيديو بتاعك بيحقق ربح. انا شايف ان الخطوة دي ممتازة جدا من اليوتيوب، وبدأت تحقق الفيديوهات القصيرة، بدأت تحقق فيديوهات، بدأت تحقق مشاهدات عالية جدا، بتقدر تحقق من عليها ربح. بنصح اي حد عنده محتوى او عنده افكار للفيديوهات القصيرة انه يشتغل على اليوتيوب، لان بجد هتستفاد كتير جدا. بالنسبة للمواقع التانية ما بتديكش مش بتديك أرباح على الفيديوهات. يعني مثلا على تيك توك اللي هو الأشهر، أنا بتكلم على التيك توك لأن هو التيك توك أشهر من كواي وأشهر من المواقع التانية. أنا مثلا هقول لك مقارنة بالتيك توك، أنت ما مش بتاخد أي ربح من الفيديو إلا لو حد دعمك على الفيديو. لو أنت معدي عندك أكتر من 10,000، عندك 10,000 متابع، بتبدأ تاخد يبدأ يجي لك دعم على الفيديوهات. ولكن هنا انت طالما قناتك محققة ربح، بتبدأ بتاخد أرباح من الفيديو. بتاخد ايه يعني؟ لو هاخد 50% من الأرباح ولكن أنا بقدر أعمل اللي أنا عاوزه، بدل ما هعمله وأحطه على التيك توك
ارفع الفيديو ده على تيك توك ومش هاخد منه ارباح، لا انا برفعه على اليوتيوب وباخد منه ارباح. طبعا نفس القوانين بتاعت الفيديوهات العادية، اللي لازم المحتوى يبقى من صنعك، لازم تاخد، يعني ما ينفعش اخد محتوى من عند حد تاني وانزله، لازم المحتوى يكون اصلي وحصري يعني خاص بي انا ومن صنع انا. نفس الكلام. ولكن الميزة الممتازة جدا اللي انت تقدر تحط عليه مقطع صوتي. لو انت طبعا ما حطيتش عليه مقطع صوتي ونزلت الفيديو مثلا بصوتك انت او من غير صوت، بتاخد انت الارباح كاملة، المشاهدات كاملة، مفيش حد بيقسمك الربح فيها. اعتقد دي ميزة جميلة جدا من اليوتيوب. اتمنى ان احنا نقدر نستفاد منها ونبدأ نحقق ارباح، ونعوض الارباح اللي كانت ضعيفة في الفترة اللي فاتت. اتمنى التوفيق للجميع. في نهاية الفيديو بقول لك فضلا وليس امرا، لايك واشتراك لايك للفيديو واشتراك للقناة وشير للفيديو عشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفاد منه. وفي نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.